بقى بشوية السمك الحلوين الطازة دولت. بصوا والله بيتلعبوا زي الفل. دولت متنضف كده ايه من جوه عشان الشوي، سايبه السفة بتاعه، وده متنضف عشان خاطر يعتبر للقلي برضو. بس وهتشوفوا بقى الفيديو بتاعنا النهارده كده، يا رب يعجبكم بإذن الله. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يرضيكوا بقى كده، يرضيكوا الراجل ده يعمل فيها كده في عز الساعه. بصوا رايح جايب لي بسم الله ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر سمك. بصوا بسم الله الله اكبر. في حد يروح يصطاد في الساعه ديت؟ ها بسم الله الله اكبر. يعني انا هقف بقى انضفه. الله اكبر الله اكبر. افتح له كده الميه شويه. بسم الله بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. كله حلو قوي قوي. ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب، ويخليك لينا كده اهوت. مش عارفه واحد يقول لك ايه صراحه، والله الله يخليك يا رب. بصوا الجمال والحلاوه، شويه سمك يفتحوا النفس. بصوا طاز كله كده اهو زي ما انتم شايفين، من كبير لصغير. بصوا لسه صايد. ربنا يخليك يا رب. بصوا الجمال والحلاوه. بصوا السمكية عاملة ازاي. لازم يتحطوا في بلاستيكة عشان خاطر نشوفهم بقى كده هم حيين. اغسل بقى انت ايدك، وانا بقى في الساعة ديت انا اللي هقف ايه انضف. حد هيقول لي رزقي لا؟ عز الطلب طبعا. بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم دلوقتي العشاء ابتدى. هيعملوا ايه بقى؟ طب هعمل ايه؟ انتوا عارفين الجو تلج تلج تلج. بسم الله ما شاء الله. هو فضاهم هنا بس دي هغسلها بقى ايه بعدين. بسم الله ما شاء الله. نعملوه بقى كده ايه جات لنا اكلة سمك لحد عندنا. هناخد بس ايه اللي هو يعتبر الكبير، هفصله واخلي ايه يعتبر الصغير لوحده. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله كده اهوت. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر. كلته زي ما انتم شايفين. بسم الله بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. حلو زي العسل. بصوا بحب السمكية. بص السمكة حية وجميلة وزي العسل. بصوا السمكية بسم الله ما شاء الله زي الفل. والله كده ايه ما نتحرموش من دخلته علينا ابدا يا رب. بصوا هو كلته، حاسه ان هو كلته قد بعض، بس انا بقى مش هنضفه خالص. انا انضفه ويمكن اشيل بس بطنه عشان الجو ساقع، وفي يوم تاني ممكن اكمل تنظيف. عشان بيني وبينكم انتوا شايفين الجو عامل ازاي بره. الجو ساقع جدا، وانتوا عارفين اسكندريه متلجه اهو. بسم الله ما شاء الله. حلو زي العسل. كلته حي اهوت وبيتلعبط. بسم الله ما شاء الله زي الفل. بصوا زي العسل زي الفل ازاي. كلته صراحه يعني مش عارفه افرقه عن بعض. يعتبر ده اللي هو ايه يعني هيتقلى. اللي انا بطلعه ده هيتقلى، فانا ايه هاخد منه برضو ايه للشوي، او ممكن برضو اشيل شوي واعمل قلي مره تانية يعني. فانا ايه هعتبر هطلع ايه القلب بتاعه بس ايه دلوقتي. بصوا ده هنتغدوا بيه بكره ان شاء الله. هو غدانا جينا لحد عندنا، فانا هشطفه مش هفتحه من جوه ولا حاجه، هشطفه واسيبه بقى ايه لحد ما يموت كده وايه وان شاء الله نعيش لنا كلنا عمر من قلب الدنيا. ابقى اشويه بقى ايه على البوتاجاز. هو حلو بسم الله ما شاء الله. بصوا احمر ونضيف من غير ما اعمل اي حاجه برضه. اهو زي ما انتم شايفين جميل وزي العسل. هو كله عمال يطلع.
رجلته حيه اهوت قدامكم وجايبينه زي الفل. هنتغدوا بقى بايه؟ بالشوي ده. وده هنضفه من مصارينه بس مش هنضفه من بره، لان ده هنضفه كانه شوي بس مش هعمله طبعا بكره، هشيله لوقت تاني. وده هنضفه خالص عشان خاطر ده كبير ان هو ايه يتقلى اهو زي ما انتم شايفين كده. هو عمال يقول لي ايه هاتي العيال يتغدوا معانا. فيوم تاني كده الجو بس يروح حبه ونبقى نجيبهم برضو ايه يتغدوا كلهم ايه مع بعض، كلنا ايه نتلموا كده اهو ونتغدوا مع بعض. اللي عايز بقى في عندي بقى افواج بتحب الشوي، وفوق يحب القلي الناشف، وفوق بيحب السمك المقلي في دمعه. كله موجود اهو دلوقتي، اللي عايز يعمل حاجه يبقى ايه يبقى يعملها. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين اهوت زي الفل وكلته حي. قلت له في حد يروح يصطاد في الجو ده؟ يقول لي اه. بص ربنا رزقه بسم الله ما شاء الله زي الفل. دول بقى هنسيبهم كده اهوت زي ما انتم شايفين، هنشويهم بقى ايه في الفيديو اللي انتوا ايه شايفينه ده. هنشويه طبعا بكره على الغدا، لان احنا ايه دلوقتي العشاء. بس كده اهوت زي ما انتم شايفين. ده بقى هفتحه من قلبه، بس هفتحه من قلبه يعتبر عشان خاطر ايه يتشوى. طبعا مش مهم هشيله في التلاجة وهو بالمصارين بتاعته كده اهوت. هنفتحه وايه ونطلع بقى ايه المصارين بتاعته ونشيله كده. انتوا عارفين ان الشوي اصلا لازم بقى يكون بايه بالسفه بتاعه. فهنضفه بقى كده اهوت من جوه ماشي اهوت. هنضفه كده، واهم حاجه بتشيلي النخشوش، خلي بالكم النخشوش بتاعه ده بيزفر. فانا ايه بنضفه بقى كده اهوت وايه واروح شايلاه في الثلاجه. بصوا السمك، حاسه ان انا في مزرعه سمك كله عمال يتنطط هنا وهنا اهو زي ما انتم شايفين كده. بوريكم كده اهو عشان خاطر اللي تحب جالها يعني سمك كده اهوت انها تشيله ايه في الفيليه. بس بفتحه كده اهوت واروح شايلاه. باجي بقى وقت تاني فبروح ايه شوياه وهو بالسفه بتاعه كده، لكن بنضف قلبه. اهم حاجه النخشوش بتاعه ده يطلع عشان خاطر بتزفر السمكيه. هعمل بقى كده ده بالطريقه ديت واشيله، وهنضف ده برده كده ايه واجيب لكم وانا ايه وانا بنضف. شايفين بنضفه كده بتاع الشوي ولسه ما غسلتهوش. بنضفه كده كلته الاول اهو علشان بناتنا الحلوين. طبعا احنا عارفين الكبار بيعرفوا الكلام ده كله. نضفت اهو وبطلع النخشوش. اهم حاجه لو انت هتشيليه في التلاجة النخشوش ده طلعيه، حتى لو مش هتشيليه في التلاجة لازم تشيليه، لان هي اصلا بيزفر السمك. او زي ما انتم شايفين كده اهوت. هنعمل ايه بقى؟ هغسله وهسيبه يتصفى كده اهوت، وبعدين هبدا ايه في اللي انا ايه هقليه. التاني اللي انا هشويه بكره، وممكن ما اجيبلكوش فيديو خلي بالكم بكره، ممكن اجيبه النهارده فيديو تنظيف بس اهو زي ما انتم شايفين كده. وعشان كتير برضو ايه عملت سمك برضو معاكم، بس برضو لازم اعمل برضو ايه فيديو سمك اهو زي ما انتم شايفين. بنضفه كده اهوت عشان ده هيتشوي. ولو انا ما حبيتش ان انا اشويه مثلا، حبيت ان انا اخده اقليه، لان ديت سمكايه وسط ان انت ممكن تعمليها صينيه. السمكايه الوسط دي بتتعمل صينيه بتبقى حلوه، يعني ايه يعتبر ايه احسن من الكبير. بصوا بسم الله ما شاء الله السمك كلته زي ما هو حلو وحي كده كله بيلها اهو. وريتكم بقى التنظيف كده اهوت لما انت ايه بتيجي بتشيليه في التلاجة وتحفظيه اهو زي ما انتم شايفين. هنغسله بقى وبعدين اقول لكم اعمل ايه بعد كده. نضفت بقى كده اهوت زي ما انتم شايفينه زي الفل.
عايزه اوريكم الفرق بين ده وبين ده. بيبان الاسكان ده. بصوا ده زي ما هو كده، ده اللي هشويه، وده متنضف وهحطه في الفريزر. ده هحطه في التلاجة بس، وانا مغطياه عشان بيقع بره. وده بقى هنعتبر ان انا دلوقتي هنضف. بصوا انا باخد السمكية مرحلة مرحلة. ما بنضفش كده على طول السمكية كلها، لا، بحب اعمل الزعانف كلها الاول، واروح منضفاه السفة، واروح فاتحه قلبها ومنضفاها. كده اهوت زي ما انتم شايفين. نعمل الزعانف كده، بس انا بسيب الديل عشان بتعمل شكل في السمكية كده اهوت. اروح اعملها كده زي ما انتم شايفين، يعني بعمله حاجه بس كلها حاجه. هتقولي بقى ما تنضفيه كلته مره واحده وتخلصي لنفسك، لا، انا متعوده ان انا اعمله كده. انضفه كده اهوت، اشيل الزعانف بتاعته، وبعدين اروح منضفه السفه اللي هو اللي بره، وبعد كده اروح فتحها من جوه بس اهوت كده اهوت زي ما انتم شايفين كده. بحب بقى اقعد اهندم بقى فيه، واعمل واحده واحده. هو كمان انا عامله في الحوض، يعني مش ما بحبش اصلا ان انا احط كده في الحوض على طول. اروح لما بقى السفه كله اللي انا نضفته ده، واروح عامله السفه برضو بلمه، ما بفتحش الميه عليه خالص عشان خاطر السفه ده بيسد الحوض. انا وريتكم طريقتي في تنظيف السمك زي ما انتم شايفين كده، عشان دول بقى اللي انا هنقلي منهم يعتبر. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، صاحي طبعا زي الفل اهوت ومصحصح. بصوا السمكية عاملة ازاي. السمكية خلي بالكم بتبقى عافية، يعني عافية في ايديا، ما بالك بقى لما بتكون في المية، يعني بتبقى عافية جدا وهي في المية. كل الزعانف ديت ما بتقدريش اصلا عليها وهي في المية. هنضف بقى وهوريكم برضو في الاخر عملت بصوا انا كده كنت بعدل التليفون، مش عارفه برضو هو معدول ولا لا. معدول، بس الفلاش مش شغال. بصوا بروح مطلعه بقى، ده اهم حاجه بخاف منه. بس بروح بقى ماسكه بالسكين، برضو بروح عاملاه الاول. السفه ده اهم حاجه ان هو ما ينزلش في الحوض، لانه طبعا بيسد البلاعه على طول اهوت كده على طول. بنضفه بقى، بصوا هو حي خالص ازاي، عشان طبعا ما فتحتش لسه بقى اهوت. طريقه سهله كده وجميله خالص. وبعد كده بروح فاتحاه بقى من جوه ومطلعه المصارين واصله بس اهوت كده. السفه ده بقى اوحش حاجه اهوت. تلاحظوا برضو لما يتغسل في سفه برضو، يعني عايزه اقول لكم، يعني انا رحت كلتي كلنا سمك، حتى الهدوم اللي جوزي جابها كلها اتقلعت. هشغل بقى الغساله بعد ما اخلص كل ده. بسم الله ما شاء الله، الحكايه طبعا حيه خالص زي ما انتوا شايفين. اهو طريقه حلوه وجميله. بس هقفل بقى برضو الفيديو. بصوا زي ما انتوا شايفين، بصوا الصفا كلته اهو طلعته بطريقه حلوه، بتخليش الحوض بتاعك يعمل خالص. بعد كده بقى بروح واخده السمكيه زي ما انتوا شايفينها كده اهو، خلاص ما بيبقاش فاضل اللي هي اللي هي المصارين كده اهوت. في نفس الوقت الحوض يعتبر ما فيهوش اي حاجه،
واروح برضه ايه واخده ايه المصارين بقى كده اهوت والمغشوش بتاعه، وهنضفه واغسله بقى واوريهولكم اهو عشان ما اطولش ايه معاكم. بس دي تبقى ايه طريقه سهله كده اهوت اهو. خلاص كلته اهوت نضفت اهوت بالطريقه ايه اللي انا قلت لكم عليها والصفا وكله، بس برضه حي هنضفه بقى زي ما قلت لكم كده من جوه واغسله عشان ما اطولش ايه الفيديو اكتر من كده. يا حبايبي خلصت يعتبر اللي هو ايه اللي بيتقلى ايه هيتقلى، ونضفته من جوه ومن بره، وانتوا شفتوا التنظيف اللي انا بنضفه ازاي. باخده ايه على كذا ايه على كذا مرحله، ديت بتريحني لما باجي ايه انضف. وطبعا ده اللي انا نضفته من جوه عشان خاطر لما اجي اشويه ابقى ايه احشي. وده طبعا هنتغدوا بقى ان شاء الله كده بيه بكره، بس ايه ما فتحتهوش صراحه، قلت بقى هو طازه حطه في التلاجة وايه ونشويه كده بقى ايه بكره ان شاء الله باذن الله. وده كان الفيديو بتاعنا، وما تنسونيش في اللايك والشير، واللي يشوفني لاول مره يفعل الجرس عشان يوصله كل جديد فضلا وليس امرا. وبركه حلوه ربنا رزقنا بيها وزي الفل، وربنا يرزق كل من كان يا رب العالمين. ده كان الفيديو كده بتاعنا النهارده، ويا رب تكونوا استفدتوا كده ايه منه. وبقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.